كم مرة فتحت التليفون عشان ترد على واتساب لقيت نفسك عملت حاجات كتير وما ردتش على الواتساب؟ انت عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان انا متشتت، رايح ارد او ابعت رسالة على الواتس او ارد على تليفون او ابص على حاجة، لقيت نفسي دخلت في حاجات كتير وما عملتش اللي انا عايزه. ومش بس ده مع التليفون، ده بيحصل معانا في حياتنا. كم واحدة فينا دخلت المطبخ يا مدام عشان تجيب كوباية شاي، عملت حاجات كتير او وقفت في المطبخ قالت انا كنت جاية ليه؟ عارفين ده بيحصل معانا ليه؟ لان ببساطة شديدة مخنا بيفكر في حاجة وجسمنا بيأدي حاجة تانية، فما فيش سينك ما بين الاتنين، مفيش ترابط ما بين الاتنين. وده بيحصل لما بتكون في حالات ان انا قصة ما، موضوع ما، امتحان، عندي مشكلة ما، فبحس ان انا متوتر. مش لازم يبقى القلق اللي الناس بتسمع عليه، انا بس مجرد في موضوع شاغل دماغي. احيانا بيكون مع العيانين اللي عندهم اكتئاب، انه يبقى حاسس ان هو بيتشتت ومفيش فكرة معينة ثابتة في دماغه. بس الاكثر شيوعا عندنا كلنا لان احنا ضحايا لعوامل خارجية بتؤثر علينا في ان احنا نبقى مشتتين. يعني ان كل النوتيفيكيشنز اللي بتطلع على التليفونات، كل القعدات اللي هي كل واحد بيتكلم في حاجه محدش بيسمع حد، المشاكل اللي بتحصل حوالينا كتير، كون ان انا بعمل حاجه بينما انا بفكر في حاجه تانية، او انا بشتغل وحد يخش يقاطعني، او انا بتكلم مع حد وحد يخش يقطع الحديث. طب ما هو كده كلها عوامل خارجيه تؤدي بينا الى التشتت. عشان كده لو انا عايزه اقلل من درجات التشتت بتاعتي لازم اخد بالي من حاجه، اقضي على كل العوامل الخارجيه، نمنع النوتيفيكيشنز الكتير اللي بتطلع على الاجهزه بتاعتنا، نحاول نكرس وقت معين بنصفي فيه ذهننا وبنعمل هوايه ولو ربع ساعه نص ساعه.